قد سمعت بالكنز اللي أعطي للرسول صلى الله عليه وسلم من تحت العرش؟ كنز؟ نعم كنز. يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. لا إله إلا الله. من كنز من تحت العرش. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه يعني إيش؟ كفتاه من كل شيء مطلق، مس، عين، سحر، حريق، غريق، سرقة، أي شيء يخطر على بالك. شوف القوة في هذه الآيتين من آخر سورة البقرة. حتى قالوا كفتاه من قيام الليل، يعني ما قدرت تقوم الليل في ذلك اليوم اقرأ هذه الآيتين. لا إله إلا الله، لقوة ما فيها، للمعاني العظيمة التي في هذه الآية. بس كذا لا. وكذلك قال: من قرأها في دار 3 ليال لم يقربها شيطان. لا إله إلا الله. ما هو يدخلها شيطان يدخل بيتك، لا، لم يقرب، حتى ما يقدر يقرب من البيت. يعني اقرأ هذه، احفظ هذه الآيتين، علمها للزوجة، الأولاد، علمها الناس، ذكر بها، فيها قوة عظيمة يا أخي. كنز من تحت العرش.